انا ليا جار عايش معانا في الشارع بقاله 10 سنين، الشهاده لله محترم وفي حاله وما بنشوفش منه حاجه وحشه، لا هو ولا اهل بيت، زي ما تقولوا كده في حاله يعني. بينزل شغله وبيرجع بالليل، بس ماليش معاه كلام كتير. انا الحمد لله بيتي وشغلي في نفس الشارع، لان فاتح محل ازاز ببيع فيه قطع الزجاج، وهو الدنيا ماشيه. وفي يوم جالي جاري ده بيطلب مني ازاز خفيف جدا عايزه في شغل ليه. انا ما اعرفش هو شغال في ايه بصراحه، وطبعا حضرت له طلبه واخده ودفع ثمن، بس الموضوع ده اتكرر كتير، ياخد قيمه 10 الواح ازاز ويدفع ثمنهم ويمشي، وبعد فتره يجي يطلب غيره. قلت لما يجي لي ادردش معاه شويه واعرف هو بيعمل ايه. لقيته بيقول لي اصلا شغال في دكان بيصنع مطابخ المونتاج وبيحتاج ازاز، فقال لي انت اول. قلت له كتر الف خير، بس الصراحه انا ما ارتحتش عشان الازاز خفيف وبيتكسر بسهوله، وخايف يكون بيغش الناي. المهم انا ما اعرفش ايه اللي خلاني امشي وراه واعرف هو شغال فين، وفعلا قفلت الدكان عندي واستنيت اما ينزل ومشيت وراه. راح راكب المترو، ركبت معاه بس هو ما شافنيش لغايه ما نزل في محطه بعيده عن شارعنا خالص. كل ده وهو ماسك لوح ازاز واحد، وبعدين قعد على قهوه لغايه بالليل، وفجاه قام ومعاه لوح الازاز ومشي جنب العربيات. وهو ماشي جنب العربيه لقيته مطلع حته حديده وقام كسر لوح الازاز، وقرب من عربيه كانت ماشيه جنبه وقعد يعيط ويقول الازاز غالي واجيب ثمنه منين. والغريبه ان العربيه كانت فيها ست نزلت واتاسفت له وقالت له معلش انا ما اخدتش بالي، وهو يعيط ويقول لها خبطتيني اعمل ايه دلوقتي، وام مطلعه مبلغ من العربيه وتديهوله، وهو ياخد الفلوس من هنا ويجري يختفي من هنا. انا وقفت اتصدمت وبلمت، وعرفت ان بكده بينصب على الناس، يجي لي ياخد ازاز رخيص وخفيف وينقي عربيه شيك وفيها ست عشان الستات بتتوضى ويعمل انها خبطت، والاشاره بتتفتح يقوم هو كسر الازاز ويقلبها بقى في الفلوس. عارف انكم هتقولوا لي اتاكد، هقول لكم انا مشيت وراه مرتين ولقيته بيعمل كده. انا مش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. انا صورته بالموبايل بتاعي بس خايف وصعبان عليا مراته وعياله، وعايز اخد رايكم اتصرف معاه ازاي، ابلغ عنه ولا اكتفي بس ان ما بعلوش ازاز تاني. وشكله انه كل فتره بيغير خطته في النصب، لانه مش من كتير بياخد مني، داخل كده في سنه، وانا اللي كنت فرحان بالبيعه دي، واعمل ايه في كل الفلوس اللي اخدتها منه. فبالله عليكم قولوا لي اتصرف ازاي. استنى رايكم في التعليقات.